هنا ترقد سيدة الغناء العربي سومة شمس الأصيل كوكب الشرق فنانة الشعب بكل ألقاب للفنانة أم كلثوم. هي من أشهر مطربي القرن العشرين بالعالم العربي. ولدت في أسرة متواضعة في قرية من قرى السنبلاوين بالتقالية. كان والدها الشيخ إبراهيم إمام ومؤذن المسجد في القرية. كانت نقطة انطلاقها عندما تعرفت على الشاعر أحمد رامي والملحن محمد القصبجي، ثم التحقت بالإذاعة المصرية عند إنشائها سنة 1934. هي أول فنانة دخلت الإذاعة. تعتبر الستينات من أبرز الفترات الفنية لأم كلثوم، حيث أصدرت العديد من الأغنيات الناجحة، منها أنت عمري والأبطال والصبر حدود وحب إيه وألف ليلة وليلة. شاركت في عدة أفلام في الثلاثينات والأربعينيات، كان آخرها فيلم فاطمة 47. أم كلثوم كان يتم استقبالها خلال رحلاتها في العالم العربي في المطارات من قبل الرؤساء والملوك. حصلت أم كلثوم على أوسمة ونياشين من العديد من الدول العربية مثل مصر وتونس والمغرب ولبنان والأردن وكذلك باكستان. تزوجت من الطبيب حسن الدشناوي واستمر الزواج 15 سنة ولم تنجب أبناء. توفيت الفنانة القديرة أم كلثوم في 22 يناير سنة 1975 عن عمر ناهز 77 عاما.